وايه قصه الجهاز الغريب اللي موجود في التتش اللي قلب السوشيال ميديا ده؟ ومين اللي جايبه؟ والسؤال مارسيل كولر بيعمل بيه ايه وهيعمل بيه ايه؟ انا هقول لكم على كل حاجه، بس في البدايه لو انت مش تابعني ما تنساش تابعني واعمل لايكات كتير قوي واكسبلور اكتر على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، واكتب لي رايك في الكومنتات في الجهاز الغريب اللي موجود في التتش ده. الصورة دي قلبت السوشيال ميديا النهارده يا جدعان، والناس كلها بتتكلم عليها وبتتكلم وبيقولوا ايه الجهاز اللي موجود في النادي الاهلي ده ومين اللي جايبه والجهاز ده هيعمل ايه بالظبط. الجهاز ده يا جدعان اللي جايبه مخصوص هو مارسيل كولر. الجهاز ده اسمه جهاز ضربات الراس، ضربات الراسيه يعني. مارسيل كولر بعد يجيب الجهاز ده مخصوص لما لاحظ ان لعيبه النادي الاهلي عندها قصور في ضربات الراس، ما بيعرفوش يلعبوا الكوره بدماغهم كويس. عشان كده مارسيل كولر قرر ان هو يجيب الجهاز ده ويكون اول واحد بيجربه بنفسه. تخيل جدي كولر كان بيجرب الجهاز وبيتنطط وبيلعب بيه في دماغه، امال هيعمل ايه مع اللعيبه؟ وقرر وقال ان الجهاز دلوقتي اصبح جاهز، وانا جاهز ان انا اطور من مستوى لعيبه النادي الاهلي في الضربات الراسيه عشان يعرفوا يلعبوا براسهم الكوره كويس